لو انت فاكر اي طفل بيتولد على ارض امريكا بيبقى مواطن امريكي تلقائي، فانت محتاج تسمع الفيديو ده للنهاية. بص، الموضوع مش بالبساطة دي، خصوصا لو الاب او الام دبلوماسيين اجانب. القانون الامريكي بيقول لك ان الطفل لازم يكون خاضع لاختصاص الولايات المتحدة، وده معناه ببساطة انه بيأثر بقوانينها. انما الدبلوماسيين عندهم حصانة، يعني مش خاضعين للقانون بنفس الطريقة، فاولادهم مش بياخدوا الجنسية الامريكية اوتوماتيك. يعني مثلا لو الاب سفير او مندوب دائم في الامم المتحدة، ابنه مش هيبقى امريكي حتى لو اتولد في نيويورك. لكن لو الاب موظف بسيط في القنصليه، وده معناه ان هو مش عنده حصانه كامله، ساعتها الطفل بيتولد كمواطن امريكي عادي جدا. اما بقى لو الطفل اتولد من دبلوماسي فعلا، ففي طريق تاني اسمه الاقامه الدائمه من يوم الميلاد، بس لازم الاهل يقدموا طلب رسمي بالابلكيشن اللي هو بتاع الجرين كارد الاي 485، ويتنازلوا عن الحصانه بالابلكيشن اللي هو او الفورم اللي هي اي 508. لو الطلب اتقبل، الطفل بيبدا ياخد اقامه قانونيه من يوم ميلاده، وبعد سنين يقدر يقدم على الجنسية زي أي مقيم دائم عادي. فالموضوع مش مقفول، بس محتاج فهم ومتابعة. احفظ الفيديو ده عشان ترجع له لما تحتاجه، أو ابعته لأي حد ممكن يستفيد، وسيب لي سؤالك في الكومنتات لو عندك أي استفسار.